أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Ahad 7 Zulqa'dah 1446 Hijriah atau yang bersamaan dengan tanggal 4 Mei 2025 Masehi. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Nur Majid SPDI dan sholat akan diimami oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ibrahim Ilsi MAG Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan cawasan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Amiruddin Muslim Ansori dengan pembahasan kitab Tafsir Jalalain. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت
قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يبشرك ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد
الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني واهدني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. تحية ولك صلاة الله وسلام. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني واهدني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجلنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 سبحان الله
سبحان الله وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي. الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. عظم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
Bismillah. Maju. Yang di belakang maju. Yang jauh. Yang dekat. Yang nyender. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم ini kamera maju Mas Cek sini maju sini maju Bismillah. للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته خصوصا لمؤلف هذا الكتاب شيخ جلال الدين السيوطي والشيخ جلال الدين المحلي ولكافة العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والصوفية المحققين ونخص خصوصا لأستاذنا ومعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا لأرواح محمد بن محمد الغزالي الطوسي والشيخ محمد بن إدريس الشافعي والشيخ أحمد جنيد البغدادي ولكافة الأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأستاذنا وأسرتنا وأهلينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته مصباح الظلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق.
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin wa kafatil mustami'in, Bapak, Ibu-ibu, jamaah salat maghrib, isya, jamaah pengajian tetap tafsir Al-Quran Jalalain, yang insyaallah mudah-mudahan seluruh kita dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dengan membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran untuk sama-sama kita terjemahkan, sama-sama kita maknai, sama-sama kita artikan, bahkan sedikit-sedikit kita tafsirkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat semakin kita ini yakin dengan kebenaran Al-Quran, yakin dengan kebenaran apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uji Nabi, kalau kamu nak selamat, peganglah dua ekor inilah. Ya, dua ekor ini. Kalau kamu megang dua ekor ini menjadi pegangan hidup, insyaallah kita tidak gelabakan di akhirat. Yang pertama adalah Quran, Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Nabi, sunnah Nabi. Yang dua ekor inilah. Kalau ternyata kita ini masih kurang juga, ada fatwa ulama, nasihat-nasihat ulama. Nah, nasihat ulama ini, nasihat guru-guru ini ada di pengajian ini, ada di majelis taklim. Makanya wong yang ngaji, wong yang taklim, wong yang cawisan ini nilai pahalanya itu lebih hebat dibandingkan dengan wong yang sholat sunat. Iya. Kalau sholat sunat barangkali dia dapat fadilah, keutamaan sholat sunat itulah. Tapi kalau umpamanya wong yang hadir atau melok pengajian di mana be? Bukan di kita ini baik, tempat-tempat lain, tempat kita tinggal, itu melebihi 100 rakaat sunat. Aku belum bertemu untuk zaman sekarang ini wong yang mampu untuk sholat sunat 100 rakaat itu. Iya. Aku dewek belum pernah aku. Iya benar. Bahkan kita bulan Ramadan kadang-kadang ada yang milih 8 daripada 20. Iya. 8 itu be nak nyari yang kancang juga. Iya, nak nyari yang bacaan cepat. Kalau kita kebetulan kita ada rezeki gitu ya. Nah, kita umpamanya umroh bulan Ramadan. Umroh Ramadan. Itu kalau kita rajin kemana-mana, bukan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi baik, itu ada yang sampai 30 rakaat tarawih dia, ada yang 40. Nah, ada di yang kota-kota yang ada di Madinah itu. Ada lagi yang 53. Nah, kapan berhenti sahur? Iya, tapi sehat bewangnya. Sehat. Nah, sehat wongnya itu ya. Nah, itu dapat kita kalahkan dengan apa ini? Dengan hadir di pengajian. Itu hebatnya ini. Julusus sa'ah
inda majlisil ilmi khairun min mi'a marrah, khairun min mi'a marrah. Duduknya engkau di majlis ta'lim walaupun sesaat itu melebihi nilai pahalonya itu. Nah, nilai pahalo ya. Melebihi dari kita solat sunat 100 rakaat. Mau nak lebih lagi, sudah ngaji ini sembahyang sunat 100. Lebih lagi itu. Lebih mantap lagi. Ya, kalau nak kamu ngawek aku nak balik. Iya. Iya. Banyak cara kita nih, banyak cara. Mak mano mir supaya kita jadi wong kayo. Wong kayo harta itu identik dengan ada rasa kehausan, haus ya. Haus, tamak, serakah, selalu kurang. Wong kayo itu ya. Duit lah, lah banyak, rekening lah luar biasa dia, masih kurang juga. Iya, masih kurang juga. Nah, itu kalau harta kayo. Tapi kalau kita ini bukan kekayaan itu, kekayaan nilai, kekayaan pahalo. Contoh kita yang galak sholat sunat subuh. Oh, itu luar biasa itu. Apalagi sembahyang subuhnya nian. Sholat sunat subuh itu baik. Rak'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dulu pernah kita sampaikan, siapa wong kaya itu Pak Amir? Wong kaya itu ada dua di dunia ini. Yang pertama wong yang galak salat sunat subuh. Nah, yang kedua, idza qulta dza qalbin qanu'in wa anta wa malikud dunya sawa. Yang kedua wong kaya itu wong yang punya sifat qanaah. Qanaah. Qanaah itu dia Amir. Qanaah itu artinya syukur nikmat dengan yang ditunjukkan oleh Allah dan nerimo apa yang jadi ketentuan Allah. Iya. Itulah wong yang kaya itu sebenarnya. Nah, kita ini termasuk wong kaya. Ngapa? Yang pertama, sebelum sholat subuh kita lah sholat sunat subuh dulu. Itu yang disebut dengan sholat sunat fajar itu. Sekarang pertanyaan, ada yang sholat sunat fajar itu sebelum azan, ada yang sholat sunat fajar itu sesudah azan. Mana yang benar Pak Amir? Yang benar itu adalah sudah beduk, sudah azan. Nah, itu sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar itu namanya sholat sunat qobliyah subuh. Itulah sholat sunat fajar itu. Ya. Kalau sholat sunat sebelum apa ini? Sebelum beduk, umpamanya sebelum azan, itu sholat sunat namanya tatawwu', sholat sunat biasa. Nilainya sama dia dengan sholat sunat yang lain. Tapi sholat sunat qabliyah subuh atau sholat sunat fajar khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wah, luar biasa itu. Sama dulu yang pernah kita sampaikan itu ya, yang pernah kita sampaikan. Mak mana supaya duduk kita ini punya nilai, malaikat tak berhenti nyatet pahala kita. Mak mana kira-kira? Kamu tuh ngeri tak? Itu ciri khas aku itu. Hak itu. Ya, oh iya, Yan. Iya. Siapa tu? Cik Jos. Ya. Walaupun dia tidur masih dapat juga. Iya. Mak manalah supaya kita selama kita duduk ini malaikat tak berhenti nyatet pahala kita. Yang pertama, masuk masjid, langkah ke kaki kanan, maca doa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Langsung tanamkan niat, langsung berniat. Niat masuk masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Ya. Selama kita duduk ini tak berhenti. Seandainya kita ini dibuka kasyaf, nah dibuka ke mata kita ini, mata hati kita ini,
Oi, terjingok kalau malaikat yang nyatet pahala kita ni. Cuman alhamdulillah tak terjingok. Juara pula terjingok kita. Tak merhati ke aku ceramah? Iya. Kita ni alhamdulillah, kita ni ditutup oleh Allah, ya. Tak dijingok ke. Kalau terjingok kalau pacak baik Tuhan tu. Dijingok ke kalau pacak. Cuman kita takut nak metu rumah tu nah. Apalagi kalau kamu keluar rumah waktu maghrib. Itu metu galo jen peka itu. Iya, yang dari bawah gitu nih, metu galo itu. Takut kita keluar. Apalagi kalau kita lewat di kuburan. Nah, terjingok galo, terdengar galo. Wong yang mabuk-mabuk yang disiksa malaikat empang ujungnya. Gelabak-gelabuk. Wah, bukan main. Nah, tapi disitulah letak rahasia supaya kita ni meningkatkan amal itu nah ya. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua itu yaitu wong yang senantiasa bersyukur. Iyo, syukuri bae. Nah, nikmat ni alhamdulillah ada kesempatan hadir di pengajian. Ini komandan kita ni nah. Wong yang paling sibuk ini ngawal Prabowo. Coba. Ya, ada di kesatuan dia ni nah. Anggota dia ni. Di sela-sela kesibukan dia masih tetap hadir di sini dia. Iya, walaupun kita sibuk. Ini sibuk kalau kita ni sebenarnya. Helmi ni, mati sibuknya mama ini. Iya, apalagi banyak waktu pilkada tadi karangan-karangan bunga. Lapang dia ni. Iya, apalagi waktu banyak mati, banyak karangan bunga. Yang paling lapang itu ison kalau banyak mati. Ison, iya itu. Di mana-mana tempat orang mati ada galau dia tu. Lapang dia tu. Nah, miniari lah ngulo jas. Iya. Dah percaya, jujur ni. Iya. Kapan nge-share di grup? Jas 150.000, pajak nego je gitu. Ya ada mereknya. Nawari aku pula. Iya. Kak Amir, nak jas dah juga. Ya, ke baik. Ada lagi pemerek pakai banner. Nah iya. Nah, kita yang ini bersyukur baik. Nikmat. Kalau bersyukur tu nikmat. Ngapa? Allah itu tidak pernah Allah itu tidak pernah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji, pasti ditampaknya. Sama halnya dengan kamu yang galak sedekah. Nah. Kamu yang galak sedekah, setiap masuk masjid, umpamanya kita sedekah masuk ke kotak amal, ada rezeki itu ya. Tidak bakalan berkurang. Yakinlah itu. Cuma nak yakin. Nah, nak yakin itu artinya jangan ditunggu-tunggu. Kalau kamu tunggu-tunggu nyala ke kami ustad. Iya, mana uji si Amir, mana uji ustad itu ujinya nambah, tambah ini. No, mang ya ini nak percaya. Iya. Sebab yang ngomong ini bu, aku ini kan nyampe ke omongan Nabi kami ini kan. Ustad-ustad ini kan sebagai wakil Nabi kami ini. Nah, kamu tidak percaya kami ini wakil Nabi tahu tak? Walaupun nama kami ini bukan ulama, bukan. Kami ini kan sebagai asatiza. Asatiza itu ustad-ustad. Dia masuk ustad Syafi'i ini dia ustad namanya. Kalau dewean ustad. Kalau rami asatiza. Nah, ini kami ini penyampai. Nak pakem nian ulama kiai. Di samping nyampe ke dia itu berakhlak dengan Nabi, pribadinya pecah Nabi nian. Nah, kalau kami ini tidak baca. Nak cara Nabi nian tu tidak baca. Masih perlu HP. Kalau ada rezeki masih nak berbini lagi. Iya. Oh iya. Jadi syukuri nikmat ya. Insyaallah nikmat itu pasti ditambah. Mana kalau nak dalil tu ya. Kalau ayatnya dia tu ayatnya surah Ali Imran. Oh, Ustaz tadi mana Ustaz tadi? Aku ni kalau terbentur dengan ayat, nelpon ustaz-ustaz yang hafal Quran. Iya.
Benar itu. Nelpon Ustaz Farhan, nelpon Ustaz apa? Ustaz Ibrahim. Iya. Ustaz, ini ayatnya di mana? Ustaz, ayat ini di mana surahnya Ustaz? Surah keberapa Ustaz? Iya, nelpon. Kalau kita bentur, sama kami ini ya. Banyak kekurangan. Kalau masalah waris, masalah apa? Masalah hukum fikih, aku nelpon Ustaz Majid. Nah, Ustaz Majid. Kalau ada lokak begini, nelpon Ustaz apa? Ustaz Ali. Iya. Iya. Sebab dia lah pernah masalahnya. Mak mano cukup caronyo nah itu ya. Aib siap nyingok ya. Jawabannya itu baik. Kalau nyingok casing dia manggil aku Yai. Kalau pecah casing Yai ini neman babala jinyo usaha sudah. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dengan wong yang ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Jangan nanya di YouTube. Jangan nanya di media sosial. Sebab itu bukan guru. Nah, cuman media. Yang namanya guru nih yang nyampe ke agama ini nah. Al ulama warasatul anbiya. Jadi dia yang kamu dapat malam ini coba. Pertama, yang kusampai ke tadi, kalau kita ini nak banyak pahala, selama kita cawisan ini hadir pengajian, ya dengarkan, ikuti, simak. Kalau nak besar lagi pahala, masuk masjid, macam doa, tanamkan niat, doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Langsung berniat, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Pak Amir, kalau umpamanya aku berniat tu bahasa kita baik, boleh tak apa-apa? Tak perlu lah nak bahasa Arab nian. Aku masuk masjid, aku berniat masuk masjid untuk i'tikaf di masjid ini karena Allah. Sudah dapatlah itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini malam yang luar biasa itu ya. Kita lah sudah masuk bulan Hafid. Bulan Hafid ini bulan Zulqaidah. Bulan Qaidah. Biasanya ini persiapan dulur-dulur kita untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Ada satu ayat ya, satu ayat yang menjelaskan. Nah, yang pertama, yang kedua siapa orang kaya tadi nak? Orang kaya. Orang kaya. Orang yang paling kaya di dunia ini yang pertama, orang yang sholat sunat subuh atau sholat sunat fajar. Jangan tinggal lagi itu, jangan tinggal. Ya, jangan tinggal. Jadi kaya kita nih, banyak kaget rezeki yang ditunjukkan oleh Allah. Belum sampai akhirat, waktu di alam kubur lah ditunjukkan oleh Allah. Yang kedua, siapa orang kaya? Wong punya sifat qanaah. Nah, sifat qanaah. What is the meaning of qanaah? Bini is the meaning. Nah, artinya bahasa Arabnya ma ma'nal qanaah. Apa arti qanaah itu? Qanaah itu artinya syukur nikmat. Yang kedua, nerima ketentuan Allah. Nah, ya. Boleh kita cita-cita tapi tidak boleh cita-cita di luar batas kemampuan. Iya. Kalau sudah umur 50, 60, jangan terlalu banyak lagi berangan-angan. Kita harus mempersiapkan apa yang nak kita tempati kaget. Nah, itu orang yang qanaah namanya. Ya umuran 60, 70 masih punya angan-angan yang tinggi di luar batas kemampuan. Bukan tak boleh kita cita-cita, tidak boleh. Ya. Dalam Al-Quran ini ada ayat فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Ini dalam surah Ali Imran.
Fa idza qadaitum manasikakum. Ini biasanya manasik. Manasik ini identik dengan manasik haji atau manasik umroh. Tapi di sini dijelaskan manasik jam'un min nusuk ayil ibadah. Manasik itu artinya nusuk. Nusuk itu artinya ibadah. Apa bentuk ibadah itu pada hakikat namanya manasik. Manasik. Makanya ada orang yang ibadahnya khusus, ada ibadahnya umum. Ibadah khusus itu contohnya kita suluk. Suluk itu i'tizal. I'tizal itu menyendiri atau memisahkan diri dari pergaulan yang banyak melalaikan hati kita. Makanya banyak orang yang i'tizal itu artinya orang yang itu ya. Kalau bahasa ininya wong yang banyak betapo itu betapo. Tapi bukan betapo cara wong yang Islam kejawen. Kalau betapo Islam kejawen itu yang banyak ninggal ke semayang. Dia semayang ida, wudu ida, ninggalkan keluarga dan lain sebagainya. Itu ialah sudah nyalahi syariat. Nah, kita ini betapa kita ini namanya suluk. Suluk itu namanya wong yang memisahkan dari kehidupan dunia. Kehidupan dunia. Bagus itu tidak apa-apa. Kalau kita lah sudah persiapan, keluarga lah sudah aman, ya. Nafkah keluarga lah sudah aman. Apalagi kamu yang dewean ini dah kepengen lagi begini nih, bagus itu. Iya. Itu lebih tomak nina. Benar itu, lebih tamak nina, lebih tentrem, dak kasih yang nganggu. Iya, hidup apa adonyo namanya, lebih tentrem, lebih tenang, dia lebih sejuk namanya, dia menyendiri. Cuman yang lebih bagus lagi, itu dia sholat berjamaah. Ini namanya nusuk namanya. Ada hubungannya dengan syir'atul ahkam atau hikmatut tasyri'. Apa artinya ini? Artinya hikmah menjalankan ibadah. Ya. Setelah kita menjalankan ibadah, baik itu yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, yang wajib ataupun yang sunnah, ada semacam samaratul ibadah. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini, samaratul ibadah. Buah hasil daripada ibadah ini. Contoh, kalau kita sudah melaksanakan nusuk atau manasik haji, terutama dia haji, itu kelakuan kita sebelum haji akan jauh berbeda dengan kelakuan kita, gawe kita sudah haji. Itu ya, terutama sekali fadzkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Zikirnya lebih banyak dibandingkan dengan dia sebelum berangkat haji. Nah, itu namanya hasil namanya itu ya. Kalau zikirnya banyak itu artinya dia menyebut nama Allah lebih banyak dibandingkan dengan menyebut yang lain. Kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Pecah kita nginget nama abah kita. Nah, ya. Kalau kita galau-galau ini, umpamanya ya, ditanya siapa bapak kau, spontanitas kan nyebut dia, umpamanya Manggian, aku nanya ya, siapa nama abah, nah langsung kan, langsung Aji, nah langsung ya. Ngapa? Karena kita ingatan kita tuh lebih kuat dengan apa? Helmi, siapa nama abah? Abdul Ghani. Nah, Mir, siapa nama bapak kau? Muslim Ansori. Nah, itu ya. Karena apa? Karena leke. Nah, uang yang lah sudah ibadah, terutama haji itu zikirnya itu lebih banyak, lebih intens dibandingkan dengan dia nginget nama abahnya. Iya, kalau umpamanya ditanya nama siapa nama abah kau? Ge ini dulu. Rupanya berarti abahnya banyak ini. Iya, atau dia memang lupa. Sama halnya dengan wong yang tidak banyak berzikir.
Wong yang tidak banyak berzikir itu, tidak banyak nyebut nama Allah itu, dia itu banyak pelupa. Banyak pelupa dia itu. Lain hanya dengan kita yang banyak berzikir, artinya kita yang istiqomah berzikir. Kalau kita istiqomah berzikir itu jarang lupa, jarang. Karena apa? Fadhkuruni adzkurukum. Adzkurukum itu artinya fadhkuruni, zikirlah, sebutlah nama aku. Nah, dia sebutlah nama aku, banyak-banyak nyebut nama aku. Adzkurukum. Adzkurukum itu artinya kalau dalam tafsir, aku akan mengembalikan ingatan engkau. Nah, jadi walaupun kita biasanya logika, ya logika. Kalau umpamanya kita ini diberi oleh Allah umur lebih, ya, walaupun pada hakikatnya berkurang, umur lebih, umur panjang umur, gitu ya. Ini biasanya berlakulah ayat wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ya'qilun. Kalau umurnya lebih panjang, lama hidupnya ini, biasanya nunakis itu artinya dikurangi ingatannya itu, nah dikurangi. Nah, tapi kalau dia zikirnya banyak, nah dia adzkurukum, ingatannya itu dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak kena penyakit pikun, tidak hilang keseimbangan, tidak mudah lupa, tidak apa istilah kita Palembang ni, tidak nyusu, bukan nyusu, iya, lain itu ya. Makanya nusuk ini artinya buahnya itu adalah kita semakin banyak berzikir dan memahami apa yang menjadi buah daripada ibadah itu. Kayak kita terus lagi ya. Buah kita sholat, buah kita zakat, buah kita itikaf, buah kita puasa, buah kita haji. Itu ada buahnya kalau itu. Kalau tidak kata buah, berarti ritualnya itu sama dengan sekedar gugur kewajiban, ya. Wallahu taala alam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah salat Isya yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Ahad 7 Zulqa'dah 1446 Hijriah atau yang bersamaan dengan tanggal 4 Mei 2025 Masehi. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Nur Majid SPDI dan sholat akan diimami oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ibrahim Ilsi MAG Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan sholat bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة استقيموا واعتدلوا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. لا إله إلا الله وحده
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 سبحان الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين